عاجل. التموين تزف بشرى سارة ل 64 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. عودة إضافة المواليد. أهلا بكم. تعتبر البطاقة التموينية واحدة من أكثر الأشياء أهمية، وذلك في ظل ما توفره من حصة تموينية أساسية لملايين المواطنين بمختلف المحافظات، مع الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، حيث أعلن الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن عودة العمل لجميع الخدمات التموينية المقدمة على موقع دعم مصر، بما في ذلك إضافة المواليد، بعد توقف مؤقت لجميع الخدمات، حيث تم وقف جميع الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية عدا خدمتين فقط، وهي بدل التالف والفاقد. وأوضحت وزارة التموين أن هذا القرار جاء عقب الشكاوي الواردة من مديريات التموين بخصوص حذف أفراد وبطاقات تموينية وتحويل بطاقات من محافظة إلى أخرى بدون علم أصحابها على بوابة مصر الرقمية. وشددت الوزارة على جميع المكاتب بضرورة تسليم جميع البطاقات التموينية سواء بدل تالف أو بدل فاقد أو إصدار أو غيرها إلى صاحب البطاقة شخصيا بعد التحقق من شخصيته. ويشار إلى أن مصادر في وزارة التموين كانت قد أكدت استمرار صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات التموينية لنهاية الشهر الجاري، منوهة إلى عدم صحة ما يتردد من انتهاء صرف السلع من منافذ البقالين بعد منتصف الشهر، وتحديدا يوم 17 سبتمبر الجاري. وقد ترددت أنباء عن اعتزام وزارة التموين وقف صرف السلع التموينية في يوم 17 من كل شهر لحاملي البطاقات التموينية بدلا من استكمال صرف المقررات حتى نهاية الشهر، كما هو معتاد من 40,000 منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية. ونفى مصدر مسؤول في وزارة التموين الأنباء المتداولة عن توقف صرف السلع التموينية يوم 17 من كل شهر، مؤكدا أن أصحاب البطاقات التموينية ممن لم يصرفوا حصتهم من السلع يمكنهم الصرف بشكل منتظم حتى يوم 30 من كل شهر. أما عن تحديث بطاقة التموين فكانت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية قالت أن تحديث بطاقة التموين 2023 تعد حاليا خطوة إلزامية على جميع أصحاب البطاقات ممن لم يقوموا حتى الآن بتسجيل رقم الموبايل على البطاقة أو تحديث البيانات الخاصة برب الأسرة الصادر باسمه كارت البطاقة التموينية. وأكدت وزارة التموين قد أعلنت في 30 أغسطس 2023 ثبات أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر، مشيرة إلى أن قائمة أسعار السلع التموينية لم تشهد أي تغير في أسعار السلع، مؤكدة ثبات أسعار عدد 31 سلعة على القائمة، والتي يأتي على رأسها الزيت والسكر والأرز والمكرونة. كما قامت الوزارة أيضا بتوفير اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضروات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مسيرتها في الأسواق الأخرى.